كل اللي محتاج تعرفه عن اشهر صندوق استثماري في البنك الاهلي المصري. الصندوق الرابع اولا هو منتج بنكي بيندرج تحت صناديق الاستثمار الخاصه بالبنك الاهلي المصري، حقق لوحده السنه اللي فاتت مكسب 24%. ومش بس كده، على عكس الشهادات انك ما تقدرش تسحب فلوسك منها قبل 6 شهور، الصندوق الرابع تقدر تسحب فلوسك في اي وقت من غير اي خساره. اسم الصندوق في البنك الصندوق الرابع اليومي ذو العائد التراكمي، ارباح فيه بتتوزع دوريا، بيستثمر في ادوات ماليه قصيره الاجل وبيقتنص افضل الفرص في السندات واذون الخزانه المصريه، وكمان بيوزع استثماراته على سندات الشركات، الودائع البنكيه، الشهادات والصكوك الاسلاميه كمان. يعني من الاخر مخاطره قليله مقارنه بالصناديق اللي بتستثمر مباشره في الاسهم. ابدا بكام ومنين؟ سعر الوثيقه النهارده حوالي 303 جنيه الا قروش بسيطه، اقل عدد للشراء 5 وثائق. تقدر تشتري من اي فرع من فروع البنك الاهلي المصري، او تقدر تشتري اونلاين من خلال موقع البنك او تطبيق الاهلي نت. ولكن في مشكله في كتير جدا بيشتكي منها ولازم نوضحها كويس. الصندوق يعتبر فول كاباسيتي، يعني اتملى على الاخر. فلو انا عايز اشتري في الصندوق حاول يكون من الساعه 7 الصبح لحد كات اوف تايم، او لحد الساعه 12 اللي هو اخر وقت تقدر تحط فيه امر شراء. طب الناس اللي بتسال هل الصندوق ده امان، خليني اقول لك ان الصندوق ده تحت اشراف مباشر من البنك الاهلي المصري واشراف ورقابه الهيئه العامه للرقابه الماليه، يعني امان 100%. لو انت مستثمر في الصندوق ده تحديدا او اي صندوق تاني في البنك الاهلي المصري، اكتب لنا تجربتك في الكومنت، وما تنساش لايك وشير عشان غيرك يستفيد ويعمل سيف للفيديو عشان ترجع له تاني.